مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم. اولا الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اليوم غادي نشارك معكم المكان اللي كنربي فيه الدجاج على سطح المنزل. هنا درت ليه الرمله والحصى، تشوفوا الدجاج كلا كاع الحصى درت ليه غير الرمله. وهنا درت ليه مكان للتسليه باش الدجاج ما يحس بالملل. مؤخرا لاحظت الدجاجي كيدير تصرفات غريبه، مثل اكل البيض، كيهز على العش فين ما كتبيض شي دجاجه كيهجموا عليها وياكلوا البيض. وبديت كنسول علاش، درت ليه بزاف الوصفات، جربت ليه بزاف الحلول، واكتشفت ان الدجاج كيحس بالملل. صافي قررت ندير ليه هاد النجاره وهاد المكان خاص باش يلعب فيه. الدجاج كنطلع فيه كياكل مزيان، كنعطي ليه ماء نقي. حيت مشكل دابا الدجاج اللي محبوس، فاش كنحصروا الدجاج في بلاصه وحده كيبقى يدير تصرفات غريبه. بقاو معايا، غادي نشارك معكم الاعشاش، شوفوا واش فيه البيض ولا لا. خصوصا في هاد الشتاء ضروري نديرو، خاصنا نديرو نجاره في هاد الشتاء ضروري. وهنا ايضا درت ليه مكان للتسليه، وكيفاش اكتشفت ان الدجاج الملل اللي خلاه باش ياكل البيض، فين ما كنحل الباب باش نعطيهم الماكله كنعطيه الماكله غير الا نسيت غير الباب محلول شويه كيبغي يخرج. صافي انا فهمت ان الدجاج كيحس بالملل. صافي درت ليه هاد الطريقه هذه للتسليه كما تشوفوا. وهنا الاعشاش، شوفوا تبارك الله. الدجاج مش غيبيض، كتشوفوا الدجاج هذا كيبيض، والدجاج الاخر راه ملهي ان شاء الله اليوم غادي ياكلوا البيض. شفتوا ملهي كيلعب. وبعدين نحاول نجيب ليه شويه الربيع، والى اللقاء. نتلاقاو في فيديو المقبل ان شاء الله. ما تشوفوا الدجاجه الثانيه والثالثه كلشي بغى يبيض. نتلاقاو في فيديو جديد. ما تنساوش الاشتراك، خليوا لي التعليقات ديالكم، شجعوني باش نستمر ونشارك معكم المزيد من المعلومات.